انك تشد المتابع في 10 ثواني بس صعب. محتاس، مش عارف ازاي تفصل نفسك عن الباقي، فتعالى اقول لك عزيزي المشاهد على افكت تقدر ان انت تبدأ فيديوهاتك بيه وتبهر الناس اللي بتتابعك. مش عارف ليه انا مكبر الموضوع قوي. انا عايزك تتفرج على المقطع اللي جاي ده وترجع لي تاني. فيديو ايه اللي انا اتنشر لي وايه اللي انت بتقوله ده؟ لا انا ماليش فيديوهات، انا بعمل بس لايف ستريم ولسه بادئ يعني. فيديو انا بعمل الفيديو ده عشان اعترف بجريمة الكاملة عن خطف الطفل وبيع اعضائه. انا طبعا بعمل الفيديو ده عشان انا ندمان جدا. لا الفيديو ده متفبرك، مش حقيقي. ده بصراحة ده مش انا عايز فافضل حل للتوبة ان انا اسلم نفسي للعدالة وللشرطة. واحتجازه في شقة في منطقة شبرا الخيمة، تفاصيل وأسر عليه مذبوح. لا يمكن حد يفكر فيه، لا يمكن يحصل حاجة كده. ايوه طب ثواني اشرح. بعد التحقيق في قضية عاصم، تبين أن الفيديوهات التي كانت تنسب إليه هي في الحقيقة نتاج تقنية جديدة اسمها التلاعب العميق بالفيديو. وقررت السلطات حظر هذه التقنية من الإنترنت للحد من انتشار الأخبار الكاذبة. طيب يا شباب، دلوقتي انا نزلت فيديو عشوائي من موقع اسمه pixel.com. نزلت اي فيديو للنار يعني، تمام. فدلوقتي انا هشد الفيديو لكاب كات خلاص، وهنبتدي نعمل الافكت اللي هو التكست اهو والفيديو وراه، بس التكست الفيديو قصدي انسايد او جوه التكست دي، فاهمني؟ فتابع معايا ويلا بينا. دلوقتي احنا اول حاجه هنعملها ان احنا محتاجين نعمل اللاير بتاع التكست، ان التكست اهو زي ما قلنا والفيديو وراه، تمام. ودلوقتي احنا هنغير البلند مود ان نخلي داركن، يعني نخلي الفيديو جوه التكست دي، تمام. فدلوقتي هنقوم شادين زي ما انت شايف كده الديفولت تكست، غيرها اكتب اي حاجه، انا هكتب مثلا فاير، تمام. اهم حاجه في الافكت ده، تمام، ان انت تختار فونت فعلا يكون بولد ويكون كويس جدا، يكون شكله حلو. يعني ما تختارش اي فونت والسلام، لا، لازم تختار فونت يكون كويس ويكون جاذب للانظار عشان الافكت ده ينجح. انا بالنسبه لي هختار البيفن، ان هو الخط ده كويس جدا، وايه هكبره بالمنظر ده، تمام. وايه حاول تسنتره، تحطه في النص زي ما انت شايف كده، خلاص. بعد ما هخلص
المقطع ده انا هعمل له اكسبورت لبره. تمام؟ ليه؟ ان انا محتاج التكست والخلفيه السوداء اللي وراه، عشان يوم ما احط الفيديو وراه اعرف ان انا اغير البلند مود جوه. هتشوف دلوقتي حالا وايه، والافكت ده ينجح. فهعمل اكسبورت خلاص، هحطه على اي حاجه عندي عندي يعني يعني حطه في اي حته، حطه في اللي انت عايزه يعني. تمام؟ وهبتدي ان انا اعمل له ايه، اكسبورت. خلاص هعمل اوبن فولدر وايه، هقوم شده تاني، اعمل بس كنسل ما تنساش. بعد كده هقوم شده تاني، اجيب ده واقوم شده ناحيه ايه، شده هنا اهو. خلاص دلوقتي ايه، زي ما انت شايف بدل ما هو كان لاير تكست عادي بقى ايه، بقى عامل زي الفيديو. هو ده اللي احنا محتاجينه. خلاص فهمسح انا اللاير ده. حلو. وهجيب الافكت او الفيديو اللي انت عايز تحطه ورا التكست دي، زي ما انت شايف كده انا حاطينه هنا. خلاص دلوقتي بقى عندنا لايرين، اللاير الاولاني او اللي فوق اللي هو التكست خلاص، واللاير اللي تحت اللي هو الفيديو. خلاص حرفيا كل اللي احنا هنعمله هتروح ناحيه هتضغط على اللاير بتاع التكست وهتروح للبلند مود وهتختار داركن. هتمشي شويه هتلاقي يعني، اتفرج بقى على اللي انت عملته، هتلاقي حاجه شبه كده. حلو صح؟ وجميل. عارف والله شكله حلو وجميل وزي الفل. تمام؟ فدلوقتي انت عشان تنجح الافكت ده، طبعا انا اخترت هنا فيديو زي ما تقول، زي ما انت شايف كده، مبتدي من ضلمه، مبتدي لايه، بعد كده النار بتقوم زي ما تقول بخه كده في الهواء، بعد كده بيقوم ايه، النار تقوم راجعه تاني. خلاص انت طبعا ممكن تختار اي فيديو انت عايزه. تمام؟ يعني ممكن تختار حرفيا فيديو ناس بتلعب كوره، ناس بتلعب، ممكن وانت بتتكلم تحطه، ممكن تعمل بيه حركات كتير جدا جدا وشكله لطيف زي ما انت شايف. وده هو ده حرفيا الافكت. شفت الموضوع سهل ازاي وبسيط، ما فيهوش اي تعقيدات خالص، وفي نفس الوقت افكت فعلا قديم وفعلا ايه، بيفيد جدا جدا في الفيديوهات يعني. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. شفت الفيديو سهل وبسيط ازاي. وما تنساش ان انت تعمل لي سبسكرايب ولايك، ويا ريت لو عندك اي تعليقات يا ريت اكتب لي في الكومنتات تحت. وما تنساش ان انت تتفرج على الفيديو ده، هيعلمك افكت لطيف معاك في الفيديوهات. ومع السلامه.